السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. جاي لكم النهارده يا بنات بحاجة حلوة قوي، حاجة هتنفع يعني معظم البنات اللي عايزة تخس. حاجة يعني بصوا، لا فيها تعب ولا فيها نزول ولا فيها روح ولا فيها جاي ولا فيها حرمان من الأكل ولا فيها أي حاجة. بالعكس، هتاكلي كل اللي نفسك فيه، هتشربي كل اللي نفسك فيه، مش هتتعبي في حاجة أبدا أبدا، ولا هتحسي إن أنت يعني جاية على نفسك وعصرة على نفسك وما بتاكليش وما بتشربيش وما انتش قادرة وتقولي لا ده الموضوع صعب، لا مش هينفع. لا يا بنات، مفيش ده خالص خالص خالص. حاجة حلوة خالص. دي تجربة من أنا، تجربة من أم رؤية. خسيت 10 كيلو في شهر. ايه يا ام رؤية 10 كيلو في شهر؟ ايوه، انا خسيت 10 كيلو في شهر. لا نزلت ولا رحت ولا جيت ولا تعبت نفسي ولا حرمت نفسي، وباكل كل حاجة نفسي فيها. هتقولوا يا بنات احكي لنا يا ام رؤية بسرعة، خسيت ازاي 10 كيلو من غير ما تعملي رجيم ولا تعملي حاجة ولا تنزلي ولا تطلعي ولا تاخدي اعشاب ولا تاخدي برشام ولا تاخدي اي حاجة؟ عملت ايه يا بنات؟ دخلت على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده صراحة يعني بينفع في حاجات كتير جدا جدا. دخلت قلت له أنا طولي كذا ووزني كذا، والنهاردة احنا هناكل مثلا، هنطبخ بسلة ورز ولحمة. أنا باخد طبق كبير بسلة، وباخد قطعة لحمة، وباخد ايه، ومحتاجة 3 معالق رز. شوف لي دول يساوي كام سعر حراري. بيجي مثلا يقول لي انت مفروض في اليوم تاخدي 2000 سعر. الطبق الخضار ده باللحمة وكده فيه 500 سعر حراري. طيب والفطار وهاكل مثلا بيض، هاكل مش عارفه ايه، بيحسب لي كله، وفي الاخر مثلا لازم اخد اقل من 2000 السعر الحراري المطلوبين في اليوم. يعني مثلا اخد 1000 سعر حراري. البنات اللي انا عايزه اقوله لكم ان الذكاء الاصطناعي بينظم لك انت هتاكلي قد ايه، وبيعرفك انت هتاكلي ايه، يعني محتاجه كام سعر حراري في اليوم. واخدين بالكم؟ ما بتحرميش من حاجه ابدا. الاكل اللي انت بتاكليه بتقولوا له انا باكل كذا او انا هاكل النهارده كذا، فهو بيحسب لك بقى، يشوف مثلا وجبه الغدا دي هتديكي كام سعر حراري، وجبه الفطار كام سعر حراري، وجبه العشاء كام سعر حراري، بحيث ان هو يديكي اقل. مثلا انت ليكي 2000 في اليوم، فبيديكي اقل من ال 2000. يعني ايه؟ بينظمهم لك، بدل حته اللحمه الكبيره قوي مثلا حته اصغر منها شويه. يعني ايه؟ بينظم لك يومك تاكلي قد ايه، بحيث ان انت لما مثلا انت المفروض تاخدي ال 2000 سعر حراري، لا هو بينظم لك بحيث انك تاخدي مثلا 1000 سعر حراري. فبالطريقه دي فانت بتخسي. ليه؟ ما احنا مش عايزين نثبت. يقول لك تقولي لا انا المفروض اخد 2000 سعر حراري، هاخد ال 2000 سعر حراري. طب هتخسي ازاي؟ فانت لازم تاخدي سعرات حراريه اقل من اللي انت محتاجاها. واخده بالك؟ يعني لو مفروض ليكي 2000 انت تاخدي 1000 عشان جسمك ينزل. بالطريقه دي يا بنات بتاكلي وبتشربي وبتعملي اي حاجه انت نفسك فيها بتاكليها، ما بتحرميش نفسك من حاجه. بس الموضوع كله انك بتظبطي اليوم بتاعك، بتظبطي، ما تزوديش. يعني مثلا مش المفروض انت بتاخدي 2000 سعر تروحي تاخدي لي 5000 سعر، او بتاخدي 2000 سعر ما تاخدي لك 2000 سعر، ما انت كده عمرك ما هتنزلي. انت بتثبتي وزنك، احنا مش عايزين تثبيت وزن، احنا عايزين ننزل. فبتاخدي اقل من الكميه اللي انت محتاجاها. فبالطريقه دي هتخسي 10 و20 كيلو. فبنات اعملوها، مش هتتعبوا في حاجه والله، وانتوا قاعدين في بيتكم، ومش هتحسوا بجوع ولا هتحسوا باي حاجه. انا قلت افككم بالتجربه بتاعتي. يلا يا بنات، واللي ربنا يكرمه ويخس يدعي لأم رؤية يا بنات. يلا بقى يا بنات، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة حبايبي.